الجرسونة دي كانت خلاص هتقفل الشفت بتاعها وتروح، بس كان لسه في ناس موجودين في المطعم فطلبت منهم الحساب. ففي واحد من الموجودين قال انا اللي هحاسب، فسألها كام لو سمحتي الحساب؟ قالت له 3900. هنا عمل نفسه دايخ وان هيغمى عليه ومش قادر يركز، وقال لمراته انا هسند راسي بس كده وانتي حاسبي الجرسونة. هنا مراته كانت عاوزة تتهرب من الحساب، وده كان اتفاق بينها وبين جوزها، وهما الاتنين متفقين يمثلوا التمثيلية دي. فقالت للجرسونة ليه 3900؟ احنا اخدنا ايه ده كله؟ فالجرسونة قالت لها لو حضرتك حابة تشوفي الفاتورة انا مستعدة اوريها لك. قالت لها لا اقريها. والجرسونة بتقرا الفاتورة. هنا قفلت تليفونها من غير ما حد ياخد باله، بس جوزها كان شايفها لانهم متفقين. فقالت للجرسونة خلاص انا هحاسبك، ثانية واحدة طلع تليفوني وحولك الفلوس. فعملت نفسها انها اكتشفت ان التليفون فاصل شحن. فهنا صاحب جوزها قال لها وليه كل ده؟ خلاص انا اللي هحاسب. لسه بيطلع الفلوس علشان يحاسب الجرسونة، مرات صاحبه قالت له ثانية واحدة، النهاردة عيد ميلاد اختي وكنت عاوزة اطلب لها حاجة من المطعم ده هدية لها، زي ما انت شايف مش عارفة اشتري لها حاجة. فاختها كانت قاعدة جنبها قالت لها عيد ميلادي انا، فجوز اختها غمز لها علشان تسكت. تقريبا كده كلهم متفقين انهم يستغلوا الراجل ده. فقال لها مفيش مشكلة، اطلبي اللي انت عاوزاه وانا هحاسب عليه. فطلبت منها ازازتين حاجة يشربوها. اول ما الجرسونة دخلت بالحاجة، جوز اختها خطف منها الازايز وقال لها هدية مقبولة، احنا هنروح. واخدوا الازايز وخرجوا. صاحبه حاسب، وبعد ما حاسب جوزها عمل نفسه انه فاق، جري ورا اختها واتخانقوا مع جوز اختها وخدوا منه الازايز وجريوا على المطعم علشان يرجعوا الازايز وياخدوا فلوسها. في الوقت ده كانت الجرسونة بتنظف مكانهم. قالوا لها لو سمحتي احنا جايين نرجع الازايز دي. قالت لهم حاضر، وفعلا رجعت الفلوس. فقالت لهم الفلوس كده وصلت؟ قالوا لها مفيش حاجه وصلت. فين الفلوس؟ قالت لهم الفلوس اتحولت للي دفع الحساب. اللحظه دي صاحبهم دخل. فالجرسونه قال انا رجعت لحضرتك حساب الازايز. قال لها اخدت بالي. هنا بص لصاحبه وقال له هو انت فاكر ان انا عبيط او اهبل او انك بتستغلني او اني مش فاهم حاجه؟ لا خالص، انا عارف كل حاجة من اول ما عزمتني لحد ما مشيت. انت عزمت اهلك وصحابك واتفقت معاهم عليا علشان تستغلني، وانا علشان بحبك مش فارق معايا الحاجات البسيطة دي. لكن انا عاوز اعلمك درس ياريت ما تنساهوش. بلاش تستهون باللي قدامك ولا تفكر نفسك انك اذكى منه، وانا ما يشرفنيش ان اعرف واحد زيك. مش عايزة اشوف وشك تاني. للأسف في ناس كتير زي الناس دي بتستغل حبك لهم وبتفكر ان ده حق مكتسب. صلوا على النبي في التعليقات.